الأستاذة حفيظة عرعور، أستاذة اللغة العربية في مؤسسة منيب الخاصة. كنغتنم هذه الفرصة باش نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في استمرارية التميز لمؤسسة منيب الخاصة، على رأسها الأطر الإدارية وعلى رأسها الحاجة زهرة رئيسة المؤسسة، السيدة صفاء منيب، السيد سليم منيب، وجميع الأطر الإدارية والتربوية والأطر أيضا الأسرية. كنتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في استمرار كما قلت هذا التميز. كنقدم تهاني ديالي لجميع التلاميذ اللي حقوا لنا هذه الاستمرارية وهذا التميز. إذا هنيئا لنا بهذا التميز، هنيئا لنا بهذه الاستمرارية، وان شاء الله السنوات الماجيه يكون دائما استمرار تميز لمؤسسه منيب الخاصه. اذا شكرا جزيلا وهنيئا للجميع. سميتي شيماء بن شادليه، كنقرا في مدرسه منيب الخاصه في المستوى السادس ابتدائي. كنشكر الام والاب ديالي على كل شيء، المجهودات اللي داروهم معايا، الاساتذه اللي ساعدوني بزاف، والاطر التربويه، وكنشكر المديريه الاقليميه على هذا الحفل الرائع. سميتي مرام عبد الرحمن، كنقرا في مدرسه منيب الخاصه. كنشكر الاساتذه تاعي والمدرسه وعائلتي حيت شجعوني. ليلى مساعد، كنقرا في المستوى السادس في مؤسسه منيب الخاصه. كنشكر مدرسه منيب وعلى المجهودات اللي داروا، والعائله ديالي اللي ساعدتني ودعمتني، وانا فرحانه بزاف بهذه المرتبه اللي وصلت ليها، الحمد لله. مساعد محمد، الاب ديال ليلى مساعد، الحاصله على المرتبه الاولى اقليميا المستوى السادس ابتدائي مدرسه منيب الخاصه. الشعور ديالي انني جد فرحان، والحمد لله تنشكر الابنه ديالي على هذه النتيجه، وعلى مدرسه منيب اللي عاونت البنيته باش توفقت ان شاء الله، ونتمنوا المزيد ان شاء الله والوليدات كلهم ان شاء الله. Hi, my name is Sofia Al-Houari. I've been studying in Munib Private School for the past 3 years. What I can honestly say is that I'm really grateful for this great opportunity and this nomination. And obviously I would want to thank all of the teachers and staff that worked really hard with me. My family, my mom, my dad, my grandparents, they really did a really great job for me to have a great mental health. And I want to thank myself for knowing how to organize my time and managing it and just being comfortable with what I'm doing. And last but not least, I want to thank my real friends and all of my classmates that either motivated me, cheered me up, or made me learn some new life lessons.